العنوان: الغرفة اللي ما كانش المفروض أفتحها. في ليلة هادية جدا كنت ماشي في شارع ضيق، المطر بينزل خفيف والدنيا كلها ساكتة. وأنا معدي قدام بيت قديم ومهجور، سمعت صوت حركة جاي من جواه. اترددت لحظة، لكن فضولي شدني وزقيت الباب. أول ما دخلت المكان كان كله تراب والهوا كان بارد بطريقة غريبة. لكن اللي شد انتباهي أكتر كان وجود غرفة واحدة بس منورة في آخر الممر. نورت موبايلي ومشيت ناحيتها، وكل ما أقرب الصوت اللي جوه بيزيد. كان كأنه حد بيهمس، مش فاهم الكلمة، بس الهمس كان بيقرب وبيسرع. ولما فتحت باب الغرفة لقيت كرسي خشب فاضي، والهمس وقف فجأة. لكن قبل ما الحق أرجع خطوة الكرسي اتحرك لوحده ولف ناحيتي ببطء، وكأن حد كان قاعد عليه وقام دلوقتي. ساعتها بس فهمت، أنا ما كانش المفروض أفتح الغرفة دي ولا حتى أقرب من البيت ده أصلا. جريت بره، بس وأنا خارج سمعت الهمس بيرجع تاني، المرة دي واضح جدا: هنشوفك تاني.